مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمعون الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الرمضاني بقناة ثقافة ثقافية، حيث نأخذكم في رحلة لاستكشاف الموروث الثقافي والطقوس الرمضانية حول العالم. رمضان هو شهر يجمع المسلمون بروح واحدة، لكنه يعاش بطرق مختلفة في كل بلد. واليوم نستضيف ضيفة مميزة نناقش معها موضوع من زوايا متعددة. معنا من الجزائر البروفيسورة رقية حمودي، أستاذة الكيمياء. أهلا وسهلا بك أستاذة رقية، حياك الله. أهلا وسهلا بك أختي سارة، وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله. رمضان مبارك لك وللجميع، حياكم الله وبياكم وأعاننا إن شاء الله على صيامه وقيامه. دكتورتنا الغالية، رمضان ليس فقط عبادة وصيام، بل هو أيضا مزيج من العادات والتقاليد التي تتوارثها الأجيال. كيف ترين ارتباط العلوم بالعادات الرمضانية؟ سؤال جميل جدا. نعم، العلوم تتدخل في كثير من العادات الرمضانية دون أن نشعر. مثلا عندنا في الجزائر آه، تحضير الوجبات أو تحضير الأطعمة آه، لا تخلو من استخدام البهارات التي تساعد على تحفيز عملية الهضم وتقليل الانتفاخ والغازات التي يعاني منها الغالبية العظمى يعني في رمضان. نأخذ على سبيل المثال الكركم الذي يعتبر مضاد للالتهابات، كذلك الزنجبيل الذي يساعد على تهدئة المعدة وعلاج القرحة، تهدئة الحموضة والارتجاع، استخدام القرفة كذلك. يعني كل هذه البهارات تساعد على التحضير، تساعد الإنسان أو الصائم على تجاوز هذه فترة الانقطاع من الطعام. وكذلك لا نغفل عن استعمال الأخذ القدر الكافي من الماء لكي يكون هناك توازن، ويكون هناك تعويض لحالة نقص المياه في فترة الصيام. وبالتالي يجب هناك اعتدال في الطعام، الذي هو يعتبر أمر مهم من ناحية فيزيولوجيا أو الناحية الكيميائية لعضوية الإنسان، حيث أن الجسم يحتاج إلى موازنة بين كمية السكريات المأخوذة أو الدهون بعد ساعات الصيام. بحيث نرى أن يعني نحن في الجزائر، وهذا أصبح يعني حتى في الدول الإسلامية الأخرى، تركيز على مائدة الطعام وتنوعها وغناها بحلويات. مثلا عندنا في الجزائر أكلة مشهورة التي تعتبر يعني هي طقس من طقوس الزلابية أو البقلاوة، كذلك قلب اللوز، يعتبروا مأكولات جد غنية بالسكريات، لكن مضرة للصائم إذا أخذ منها بكميات كبيرة. إذا مفهوم الاعتدال في الطعام يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار للصائم. جميل. إذا رمضان حقا ليس فقط تجربة روحية، بل أيضا فرصة لإعادة ضبط حياتنا الصحية أيضا كما ذكرتي. لكل بلد طقوسه الفريدة في رمضان. كيف ترى دكتورتنا ماذا يميز الجزائر؟ نعم، شكرا على هذا السؤال. الجزائر هي غنية بالتقاليد لكبر مساحتها وكبر الثقافات في هذا البلد. يعني سبحان الله، نجد أهم ما يميز رمضان هو اللمة العائلية، أنه كل أفراد الأسرة، حتى يعني الأولاد المتزوجون والذين يسكنون في مناطق بعيدة، يجتمعوا في رمضان. فتجتمع العائلة يوميا حول مائدة الإفطار. كذلك في مائدة الإفطار نرى التنوع، وتساهم النسوة في إعداد هذه المأكولات، حيث الشوربة هي، أو نحن نقول الجارية، تكون بالفريك أو بالقمح، أنواع مختلفة.
هناك من تطحنه وهناك من تضعه يعني آه، غير مطحون، ويكون هو الطبق الأساسي في رمضان، إضافة إلى مأكولات أخرى تزين، مثل السلطة، مثل بعض المأكول تستخدم يعني زينة في البيوت كالبخور قبل رمضان تسعى الأسر الجزائرية أو ربات البيوت لتنظيف البيت واستخدام أواني جديدة وأثاث، يعني حلة جديدة. تجدينهم يعني شغل يخبئون هذه الحلة لرمضان لكي يضفي هذا الجو الروحاني. وكذلك نلاحظ لمسة التكافل في الجزائر، بحيث أنه آه، أسرة تقدم ما أعدت من طعام إلى جيرانها أو إلى أحبائها. كذلك إفطار الجماعي يكون في المسجد. كذلك في الطرقات، يعني للمسافرين يجدون شباب، مثلا نحن نسميهم شباب الخير، يأتون بالأكلات من بيوتهم ويقدمونها في الشوارع للسيارات أو الحافلات للمسافرين. يعني تلاحظين في الجزائر هناك معنى التكافل، سبحان الله. وحتى في المسجد يعني كاين يعني العديد من يأكلون التمر والحليب في المسجد لكي يفطروا، يسعون لإفطار صائم. يعني هذه منافسة. كذلك لصلاة القيام تجد أنهم يحضرون المياه، يحضرون بعض الحلويات، القهوة، مشهورين بإعداد القهوة في المسجد، يعني يحضرونها للمسجد ليعطوها للمصلين أو أثناء صلاة التراويح يعني. جميل جدا، مم. جميل. هذه يعني من أبهى وأجمل الصور التي يمكن أن نلقاها مم. في صورة للصحة النفسية الاجتماعية فعلا نعم. التي يحتاجها المجتمع والأسر. استقبالكم إذا لرمضان كاستقبال مولود جديد نعم. يحتفل به شباب الخير، وتحتفلون به ويحتفل به العوائل. يعني مم. تجربة صراحة جميلة جدا يعني، وأنت تصفين وكأنني أراهم أمامي يعني. صراحة يعني صورة بهية جدا. مم. مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، هل تعتقدين أن العولمة أثرت على الطقوس الرمضانية؟ نعم، بالتأكيد. يعني مثلا نأخذ كمثال الأطباق التي كانت تعد فقط في منطقة معينة، أصبحت الآن معروفة. مثلا عندكم في السعودية مشهورين بالكبسة، أو طبق من الأرز تسمونه صحيح. كبسة. نعم. الآن أصبح في الجزائر يقيمونه بنفس الطريقة التي يعني بفضل الإنترنت وبفضل وسائل التواصل الاجتماعي هذه. كذلك هناك تأثير في أنماط السحور والإفطار. بدأ الناس يعتمدون، خاصة فئة الشباب، على وجبات سريعة بدلا من الأطعمة التقليدية. مثلا نحن في البيت تقوم الوالدة بإعداد يعني سابقا يعدون طبق السفوف، الذي هو كسكس بعسل وزبيب، الذي هو العنب المجفف. نعم. أي هو الزبيب، صحيح هو الزبيب، نعم. الزبيب. ويقدم مع الحليب الرائب في أثناء السحور. وهناك عائلات أخرى لا تقوم بإعداد طبق كسكسي مع سلطة خفيفة، يعني مع أصوص خفيف، على حسب ذوق الإنسان، هل يحب حاجة سكرية أو حاجة مالحة. الآن لا، الشباب يروحوا يشترون فقط أطعمة سريعة، مثل بيتزا هات، وهذه الأطعمة ستؤثر على التقاليد. لكن أظن أنه يعني التقاليد ستبقى إن شاء الله، ويبقى هذا الموروث يستمر إن شاء الله. إن شاء الله إنها أعداد جميلة لها مم. لمسة رائعة للاستمرار في الحياة مم. بطريقة إيجابية. مثل هذه الثروة الموروثة عن الأجداد تجعل مم. لنا أجمل الذكريات حقيقة. مم. كيف يمكن من وجهة نظرك أن نحافظ على هذا الموروث الثقافي رغم العولمة الموجودة الآن؟ نعم، هذا يتم من خلال توثيق هذه العادات
عبر برامج ثقافية وإعلامية، مثلا كبرنامجكم الرائع. يعني لو كان في كل بلد يوثقون هذا الموروث، وتعليم الأجيال الجديدة أهمية الحفاظ على تراثهم للحفاظ على هوية المنطقة. كذلك تعزيز الجانب الاجتماعي والروحي في رمضان، وتشجيع الناس على التفاعل الحقيقي بدلا من العزلة الرقمية، كل واحد يعني يتفاعل مع هاتفه الخاص فقط. وهذا نلاحظه يعني مثلا في منطقتي. الأطفال الصغار، تخيلي أختي سارة أن الأمهات يخطن ملابس صلاة خاصة بالأطفال. هذا جميل. يعني هذا استعدادا لرمضان، لأنه في رمضان هذه الفتاة الصغيرة أو ذلك الولد يجب أن يذهب للمسجد لقيام بصلاة التراويح. الفتى الذي يدرس القرآن في الجامع نقول نحن أو الكتاب، يجب أن يصلي بالأسرة أو يصلي في المسجد، حتى ولو كان حزب، لكي الله، جميل. يثبت أنه حتى هو يعني يستطيع إمامة ويستطيع. هذا كله يأتي في رمضان. تجدين يعني الأسر في تسابق للقرآن، الصلاة، لإعداد الأطعمة وإفطار الصائمين. إن شاء الله يعني هذا كله يعتبر توثيق لهذه العادات من خلال هذه البرامج. نعم. جميل جدا. مم. اذكري لنا بعض المأكولات التي مخصصة مثلا للإفطار. هل هناك وجبات مخصصة للإفطار ووجبات مخصصة للسحور وما بينهما؟ نعم، مثلا نعم، هناك وجبات مخصصة لكل مرحلة في الصيام. عند أذان المغرب تجدين الأم حضرت في الطاولة التمر، الحليب، زلبية هي عبارة عن أكلة حلوة تصنع من الدقيق، وتقلى وتعسل بالعسل. البعض الآخر لا، عوض الزلابية يأخذ كما قلت لك قلب اللوز، اللي هو كذلك يعتبر أكلة حلوة. بعدها يذهبون لصلاة المغرب، ثم يعود الرجال إلى البيت، يجد الأسرة أعدت تلك المائدة المليئة بالأطعمة، على رأسها الشوربة، سلطة، آه، كذلك نجد نقول نحن الملسوقة، اللي هي ماذا تقول؟ السمبوسة تقولون لهم بوراك. نعم، بوراك أو ملسوقة. هذه يعني تتفنن الأسر في إعدادها لكي تؤخذ معا الشوربة. يقوم بإعداد دولمة. دولمة هي عبارة عن كوسة محشي يقول المصريين. آه، يعني شغل كورجت، أو تقولون أنتم الكوسة، وبطاطا محشية بلحم مفروم، وتكون أكلة يعني لذيذة جدا. كذلك سلطة الفلفل المشوي، وأكيد يعني ديسير مثلا. احنا نقول آه، سلطة فاكهة من فاكهة مختلفة، وعصائر. يعني سبحان الله، تجدين في رمضان الأسر تتنافس عن العصائر الطبيعية بدل العصائر التي تباع في السوق. مثلا عصير الليمون مع النعناع، وهذا عنده أثر مفيد في هضم الأطعمة وإخراج الغازات. عصير البرتقال، يعني كعصير غني بفيتامين سي ومنشط هناك من يأخذ القليل فقط من هذه المأكولات. بعد صلاة التراويح تعاد المائدة للسهرة. يعني وفي السهرة تكون فيها جزء من المالح، ومثلا بيتزا هات وهذه الأمور، وجزء آخر من الحلويات، مختلف الحلويات. عند السحور يقدم مثل ما قلت لك المسفوف، أو الطبق الثاني من الكسكس المالح مع حليب وبعض الفاكهة للصائم. والغالبية يعني الكبار السن كانوا يأخذون قليل من التمر كسحور. هذا بالنسبة لمنطقتنا في المأكولات التي يأخذونها. جميل جدا. هل الوجبات تختلف من منطقة لمنطقة في الجزائر؟ نعم، نعم، لأن الجزائر كما قلت لك يعني هي عبارة عن بلد كبير، والثقافات مختلفة. مثلا الأطعمة التي في الشمال هناك بعض التشابه
لكن في طريقة الإعداد تختلف. مثلا في العاصمة وضواحيها يقومون بإعداد الشوربة تكون بيضاء، بينما نحن لا، تكون اللون تاعها أحمر. يعني يضيفون لها الطماطم. منطقة أخرى مثلا عندنا في الجنوب، أقصى الجنوب، التوارق يعدون واحد الأكلة يسمونها الزنبو. هذا يعتبر فريك أو قمح مرحي يعني بشكل دقيق جدا، ويضيفون له بعض البهارات. يعني رائع جدا. حتى في السحور التمر اليابس، مثلا نحن نسميها الدقلة البيضاء، يطحنونها ويضيفون لها بعض المواد ويتسحرون بها. هي عبارة عن مغذية، وفي نفس وهذه تؤخذ مع الحليب يعني. قلت لك هو هناك كاين اختلاف، لكن في الغالبية الأسس متشابهة. جميل جميل مم. جدا. صفي لنا شوارع الجزائر. والله آه. إنني سأشعر وأنت تتحدثين بتشوق يعني مثير. أثرت يعني لدي رغبة شديدة بأن أعيش هذه اللحظات. صفي لي مرحبا، الشارع. مرحبا صفي لي. بك في الجزائر، ومرحبا بضيوفك الكرام. إن نعم شاء الله الجزائر. نتمنى. صفي لنا شوارعها. نعم الجزائر في رمضان تتزين. بداية من المساجد، تجدين الأسر تبعث يعني أبنائها، شباب أو بنات، يتنافسون لتنظيف المساجد. تخيلي، بالرغم يوجد هناك قيم و يعني مسؤولين على نظافة المسجد، لكن في رمضان خاصة الأسر هي التي تذهب للمسجد لتنظيفه، تنظيف سجاده، غسله، بعث أدوات التنظيف، البخور. في الشوارع تجدين الشوارع كلها نظيفة، تزين بالأعلام، بالأضواء. الشباب كذلك يستعدون لشراء العباية اللي يصلوا بها المسجد، تجدينها نظيفة. يعني البنات كذلك تعد لباس الصلاة لصلاة التراويح. الشوارع كلها يعني سبحان الله، تحسين أنه الكل فرح بهذا الضيف الكريم. الكل فرح الله. أنه، نعم، أنه هذا الضيف يجب أن مثل ما تكون طهارة القلب، يجب أن يكون طهارة المكان، طهارة الشارع نظيف، البخور في كل بيت. يعني جو رائع جدا في رمضان. مم. وصف رائع وصورة بهية أثرت قلوبنا. نعم. آه هكذا. وقبل أن نختم، هل لديك كلمات تودين أن تقدمينها؟ نعم أشكرك جدا لهذه الاستضافة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون رمضان خير على الأمة الإسلامية جمعاء إن شاء الله. إن شاء الله. وهكذا أسدلنا ستار الحديث على ليلة رمضانية أشرقت بالمعرفة، وتعطرت بأريج التراث، وتجملت بحكايات العادات والتقاليد التي لا تزال تنبض بالحياة في ذاكرة الشعوب، من الجزائر إلى هنا وهناك ومن كل زاوية في هذا العالم. يظل رمضان نهرا من الروحانية والجمال، تلتقي فيه القلوب رغم اختلاف اللهجات والأوطان. شكرا لضيفتنا الرائعة البروفيسور دكتورة رقية، شكرا جزيلا. أضفتي لنا وهج الفكر وعبق التراث، فكان اللقاء لوحة مرسومة بألوان الأصالة والتجديد. شكرا لك. وشكرا مستمعينا الأعزاء. حضوركم هو الزاد، وتفاعلكم هو النبض الذي يبقى في أفق جديد، حيث الثقافة ذاكرة لا تبهت، والموروث جسر لا ينقطع، ورمضان روح تسكن فينا ما حيينا. إلى لقاء قريب، ورمضانكم عامر بالنور والسكينة. ذلك والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.